من أكثر الأسئلة بيسألوني إياها دايماً أول ما يتعرفوا علي هي شو برجك؟ مثل كأن صار البرج شيء أساسي لنتعرف على بعض فيه. اليوم خليني أقول لكم شغلة، يمكن مش رح فوت هلأ بالديتيلز إذا الأبراج هي أمور صحيحة ولا لا، بس بدي أخبركم اختبار عن حياتي أنا اليوم لما فت بعالم الأبراج وبكل شيء خاصه بالتبريج وبالفنجان وبقراية الكف وبالسحر وبالشعوذة ومع المبصرين. هيدا الشيء خربط لي حياتي، لأن صارت حياتي مبنية على شو بيقولوا لي وشو بيخبروني. صرت أنا مثل كأن كل يوم بدي أشوف شو برجي، شو عم بيقول لي، عايش حياتي مستند على هول الأمور. وهيدا الشيء خلى إنه حياتي تتدمر أكتر وأكتر، لأن أنا صار عندي دايماً خوف وقلق من كل شيء عم ينحكى على حياتي. وما كنت عارف أنا اليوم روحياً إنه أنا عم بفتح أبواب روحية على حياتي، هيدي الأمور عم تأذيني. فالموضوع منه لعبة، ولو لعبة ما كان حذرنا من أكثر من محل الإنجيل إنه نحن نبعد عن هول الأمور، وهول الأمور هي رجسة بعيون الله. فانتكل على ربنا شو بقول لك، مش على البصارين والنجامين، لأن دايماً هول بيتعاطوا في أرواح تانية عم تقودهم ليقولوا كلمات كتيرة على حياتك. واليوم كتير مهم أنت اليوم شو بتتنبأ وشو بتصدق على حياتك. فبنصحكم ترفضوا كل هالأمور وتبعدوا عنها، وبس تركزوا عيونكم على الرب يسوع وشو بقول لكم بكلامه.